بلعروش يحافظ على رسميته في الحراسة. آدم عليوي 21، نسيم المسعودي 5، دريس أيت الشيخ 13، منصف زكري 23، عبد الله وزان 8، أمين وهابي 10، اسماعيل العود رقم 20، الياس بالمختار 11، زكريا الخلفيوي 18، ثم زياد باها في الخط الأمامي. هذه تشكيلة نبيل باها فاض بآدم العليوي سيكون حاضر في مركز الظهير الأيمن. عودة زكريا الخلفيوي للرسمية مرة أخرى، سيكون متواجدا على الطرف. الآن عبد الله وزان اللي حسيم المسعودي وكذلك أيت الشيخ الراسية. ماذا ضعت يا باها، ماذا ضعت يا باها في الثواني الأولى بسرعة. فرفاز على مصر 4-3، ثم ذكري من اليمين إلى اليسار، ثم لدينا نقل الكرة بشكل سليم وسعود يضغط. اسماعيل العود والصافي نبيل يابا. لقاء اليوم يختلف تماما. طار إلياس، يتقدم إلياس لمن إلياس أمام لاعبي قطر إن شاء الله. الكرة واصلة الجهة اليسرى، وسام تغيير كلي على الطرف الأيسر. خطيرة في لقطة خطيرة كانت أمام المنتخب المصري. هنا نفس كنادي ستيلينبوش، هذا الفريق الصاعد الذي يوصل. يلا يا الخلفي والعرضية بالمختار، هذه خطيرة سريع، نسق سريع ولقاء مفتوح بين الطرف فترات عديدة. كرة مرفوعة بالراس، كرة واصلة في مسك وإنذار بطاقة صفراء أولى في المباراة. نعم مستحقة، وبالتالي ضربة داخل منطقة جزاء. إلياس مرفوعة بالراس ممكن ولكن طالت بعض الشيء مباشرة. هنا زياد بالكعب حطها بالزون، فعلوها وفي المرمى سجلوها. اسماعيل العود يعلنها قوية هنا في اليوم. أتوقع بأنها ستظهر إمكانيات فنية جميلة لمع زكريا، لمع إلياس بالمختار، لمع زياد فيوي. حطها منصف، العرضية من الرد بعد الهدف. هذه صعبة. شعيب برافو، شعيب بالعروش برافو. حتى الآن في هذه كان فيها تألق كبير لحارس المرمى. إلى شعيب بالعروش يرسل الأمام. نسيم يرسل الكرة. منتخب جنوب إفريقيا في هذه المرتدة السريعة البينية ممتازة. يلا زياد، يلا مرة أخرى، بينما كرة خاطئة. يا سلام عليك يا ادريس أيت الشيخ، كان بطلا بحق في اللقطة الماضية. شكرا يا ادريس لانك انقذتنا من هدف منتخب جنوب افريقيا. خطيرة وشعيب. يا لخطورة الكرة الماضية، كيف ينطلق زياد، يتقدم زياد وحده في المنتخب المغربي تحت رادار بخصوص وزان وبخصوص أيت الشيخ. العرضية ويت بول حذر من ويت بول. إدريس برافو في ثالث تدخل. هذا اللاعب صعب أن يبقى مدافعا بهذا الشكل وإلى الأمور سريع، لكن حذاري من ضياع كرات بهذا الشكل. هنا وصلت فيها خطأ. تغيير كلي على الطرف الايسر. زكري هيئ العرضيه ممتازه. زكري الراسيه كاد يفعلها. هنا زكريا الخلفيوي الثاني كان قريب. يا الخلفيوي المسعودي. عبد الله وزان واصل بعد ذلك. يلا الثاني يا زياد. نبقى مع هذه الهجمه العرضيه في القائمه الثاني للمرور. هنا اماميه ويتبول للمرور. خطيره دي يدخل 1-2. راقب امورك ادريس. نرد بان يا نسيم لانه يلعب واصل الكره بالمختار. يرفع كره ثانيه. يلا الثاني، لكن التموضع هنا للتو اشدت بك يا زياد. عندي الثقة بأن زياد إن شاء الله أقول لك أنا استقبل أهداف، لكن مسجل أيضا. الثاني إسماعيل العود.
اسماعيل ياسين الان في وضعيه التسديد، عبد الله في وضعيه التسديد، عبد الله ستيفنز وتيبوي، عبد الله عبول بالمختار في الانتظار، بالمختار في الانتظار، بالمختار في الانتظار، ولكن عاليه على بالمختار، عاليه الكره على بالمختار، لكن دي تنفيذ وتيبوي مرفوعه في القائمه الاول، خطير الكره، محاوله افتكاكها، قاطعه ممتاز، في خطا وانذار، ممكن ياتي الانذار. اسماعيل العود يتعرض الى بالمختار، هرب العرضي، مغاير تقريبا المستوى اللي ظهر به، ممتاز يا زكري، رفل الايسر وتيبوي بالمختار مر، بالمختار عبر، بالمختار يسدد، روعة مجهود فني رائع قام به اللاعب الياس بالمختار، مرة من الاول كما يفعل الان زياد يا زياد مرت سلامات، قلت لكم احذروا من وتيبوي، قلت لكم راقبوا وتيبوي. شعيب العروش يبدو بان هناك تغيير قادم بدايه شوط المباراه الثاني، الضغط على لاعب منصف زكري، وهناك خطا في هذه الاثناء. وتيبوي لازم مراقبته، ذاك اللاعبين الذين كانوا نشيطين على مستوى قطع القيل. اسماعيل المختار، يلا يا زياد يسدد الكرة، انا شكيت ان كان الياس بالمختار في التسلل، ولكن الرايه لم الياس العرضيه يا الياس والكرة لمن يا الياس، يرفع داخل منطقة في الخروج شعيب، واعطى الفرصة مجال لهذا اللاعب يتجول ويتحرك في الكرة الثانية، حذر من التسديد، سال بعد ذلك، لأن لمسة أحد المدافعين سيكوتو، هذا لا سيما العرضية، هنا الخلفي والعرضية، وتيبوي العرضية، التعادل لمنتخب، ممكن الجول الثاني، يا باها يكون في الجولة الأولى، زياد سيسجل، نعم سيعطينا الهدف، ها هو زياد يحضر في المكان، يصنع، يلا الثالث، يلا جول، زياد، قربنا زياد من الانتصار، قربنا من العب. هذه نتيجة مقابلة المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة ضد السنغال استعدادا لمونديال قطر. اكتفى المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة بالتعادل دون أهداف أمام نظيره السنغالي في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس 9 أكتوبر 2025 ضمن استعدادات الأشبال للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بقطر. وشهدت المواجهة أداء تنافسيا قويا بين الطرفين، حيث قدم لاعبو المنتخب المغربي أداء منظما وخلقوا عدة فرص سانحة للتسجيل، غير أن اللمسة الأخيرة غابت عنهم أمام مرمى الخصم. ويهدف الطاقم التقني من خلال هذه المواجهات الودية إلى اختبار جاهزية اللاعبين ورفع نسق التحضيرات قبل خوض غمار المونديال الذي سيشهد مشاركة نخبة من المنتخبات العالمية. وستخوض النخبة الوطنية مباراة ودية ثانية أمام المنتخب السنغالي يوم الأحد المقبل، وذلك مواصلة للتحضيرات لهذه البطولة العالمية.